السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين في كل مكان. هل يرحل أليو ديانغ عن الأهلي؟ وهل يلحق إمام عاشور ببطولة السوبر في الإمارات الشهر المقبل أم لا؟ ومن هم ضحايا ياسور المدير الفني الدنماركي الجديد للنادي الأهلي؟ تساؤلات مهمة يطرحها الإعلام على جماهير الأهلي، وسنحاول الإجابة عنها قدر المستطاع. اليوم منتخب مصر يحتفل بالتأهل لكأس العالم في مباراة ودية أمام غينيا في 10:10 مساء بقيادة الكابتن حسام حسن والجهاز الفني ومسؤولي الاتحاد. استغل الجميع المناسبة لإقامة احتفالية كبيرة تشمل حفلاً غنائياً بمناسبة التأهل. الكابتن حسام حسن سيمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا من قبل، وقد أعلن مسبقاً أن محمد صلاح لن يشارك في اللقاء، لكنه دعا اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات لحضور الاحتفال. ونحن نتمنى أن لا نبالغ في تقدير الأمور، لأن المبالغة توحي وكأن هذا هو سقف طموحنا. من شاهد حوار أسامة نبيه مع الإعلامي إبراهيم فايق يدرك تماماً معنى انخفاض سقف الطموح حين يذهب المنتخب إلى كأس العالم وهو يصرح بأنه لا يستطيع الفوز على نيوزيلندا أو اليابان. بهذا الشكل نحن ندمر أجيالنا ونقلل من ثقة لاعبين في أنفسهم وقدراتهم. الحوار كان مليئاً بالتفاصيل الكارثية التي سنتوقف عند بعضها لاحقاً. وبالعودة إلى الأهلي، فإن مباراة المنتخب اليوم تحت أنظار المدير الفني الدنماركي ياسور، المهتم بمتابعة لاعبي الأهلي الدوليين لمعرفة حالتهم الفنية قبل استلامهم مباشرة بعد نهاية الأجندة الدولية. عادل مصطفى المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد يقود حالياً تدريبات اللاعبين المتاحين في ظل غياب عدد كبير من العناصر مع المنتخب الأول والثاني. اليوم أيضاً يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة ودية أمام البحرين في المغرب بقيادة الكابتن حلمي طولان، ونتمنى أن يستفيد منها الفريق بعد الخسارة من المغرب في المباراة السابقة. بعد انتهاء الارتباطات الدولية سيبدأ وصول اللاعبين الأجانب تباعاً مثل أليو ديانغ، جيرالدو، أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، استعداداً لمواجهة إيجنوار البوروندي في دوري الأبطال يوم السبت المقبل. حتى الآن سوروب لم يحدد أي قرارات فنية تتعلق بالراحلين أو القادمين، وينتظر اكتمال الفريق للتعرف على جميع اللاعبين ووضع سياسته التدريبية وبرنامجه الفني للفترة القادمة. أسرته وصلت القاهرة أمس، والجهاز المعاون المكون من 5 أفراد سيصل اليوم ويضم مدربين 2، معداً بدنياً، محلل أداء ومدرب حراس مرمى، ليبدأ الفريق العمل الكامل اعتباراً من الغد. بالنسبة لإمام عاشور، فحالته ما زالت تحت المتابعة الدقيقة من الأطباء، خاصة بعد ارتفاع إنزيمات الكبد لديه إلى أكثر من 200، بينما المعدل الطبيعي بين 30 و40. حالته تتحسن تدريجياً، لكنها تحتاج إلى راحة تامة والتزام كامل بالعلاج. وبحسب المعدلات الحالية، مشاركته في كأس السوبر تبدو بعيدة، لأن البطولة تقام يومي 6 و9 نوفمبر، وهو لا يزال في مرحلة التعافي، كما أنه لم يمارس أي نشاط بدني منذ فترة طويلة. الأهم طبعاً هو سلامته الصحية، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة قريباً للملاعب. أما أليو ديانغ، فملفه من أولويات الكابتن وليد صلاح الدين، إلى جانب ملفات تجديد عقود اللاعبين ال6: ديانغ، عبد القادر، حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، أحمد رمضان بيكهام، وأحمد عابدين. اللجنة الفنية تقدر قيمة ديانغ الفنية والالتزام والانضباط الذي يتمتع به، وسيقدم له عرض جيد لتجديد عقده. لكن الأهلي لا ينوي الانتظار طويلاً، إذ يريد حسم هذه الملفات خلال الأيام القليلة المقبلة. حسين الشحات ما زال يتعافى من إصابته، لكن ملف تجديد عقده سيتم حسمه قريباً حتى يستقر الفريق على عناصر المرحلة القادمة. أما المدير الفني سوروب، فقد قضى يومه أمس في معاينة شقق للإقامة، ورفض السكن في التجمع الخامس لعدم البعد عن النادي، ويفضل الإقامة في الزمالك مع أسرته. اليوم يصل باقي طاقمه المعاون، وغدا سيجتمع بالفريق كاملا لتسلم مهامه رسميا. نأتي الآن إلى حوار أسامة نبيه مع إبراهيم فايق، الذي أثار جدلا كبيرا لما حمله من رسائل سلبية.
أسوأ ما في الحوار ليس رفض الاعتذار، بل التبرير بالفشل بأنه عدم توفيق، وهذه شماعة واهية. التوفيق من الله لا يغيب عن من يجتهد ويعمل بصدق، لكن حين يحدث الفشل فهناك تقصير أو خطأ أو تفوق من المنافس. حين يقول مدرب: لم نكن نستطيع الفوز على اليابان أو نيوزيلندا، فهذه كارثة عقلية قبل أن تكون كروية. كيف تسافر للمنافسة وأنت مقتنع مسبقاً أنك لا تستطيع الفوز؟ هذا النوع من التفكير هو ما يدمر الرياضة ويقتل الطموح. المجاملة في تعيين المدربين مسؤولية كبرى، ومن غير المقبول أن تستمر بهذه الصورة الفجة. المنتخبات ليست ملكاً للأفراد بل للوطن، والمناصب لا يجب أن تمنح بالمحسوبية بل بالكفاءة. ختاماً، على اتحاد الكرة أن يدرك أن فشل المنتخبات ليس قدراً بل نتيجة لاختيارات خاطئة وتبريرات لا تنتهي. شكراً لحضراتكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك وفعل الجرس. صوت الترند دائما يوصل لك الصورة كاملة.